الموضوع ده بيحصل كتير قوي، ولازم تبقي عارفة إن الراجل ما بيغيبش كده بدون أسباب، أو تقولي لنفسك هو بعد لأنه مش عايزني أو مش عايز يكمل والحاجات دي. إنما بعده بقى ممكن يكون لأسباب مهمة جدا لازم تعرفيها، زي مثلا عايز يفكر من أول وجديد في شكل وطبيعة العلاقة. يعني بعد علشان عايز يفصل شوية من العلاقة، لأنه كمان مش عارف يعبر عن الحاجات اللي عايز يقولها لي، فبيبعد حبتين علشان يرتب أفكاره من أول وجديد. أو خايف هنا إنه يجرح، خايف لا في يوم من الأيام يكون في وضع صعب معاه، زي إنه المفروض ياخد خطوة إيجابية تجاه العلاقة، فبدل ما بيقول حاجة تزعلك بيبعد حبتين، وبعد ما يبعد شوية بيرجع. أو اتخانق من العلاقة نفسها والروتين اللي ما بينكم، حاسس إن كل شيء ما بينكم مفيش فيه أي جديد، فحس إنه محاصر، فبيقرر بقى من نفسه إن ياخد بريك من العلاقة دي، وأكيد بيرجع بعد شوية. أو مشاعره كمان متلخبطة، يعني مش عارف بالظبط هو عايز إيه، متخبط هنا ما بين المشاعر والمنطق والعقل، وعايز يبعد شوية علشان يقرر يكمل ولا يبعد. كمان في بعض الرجال بيحب يختبر الإنسان اللي معاه، يعني يسأل نفسه أنا هعمل كذا علشان أشوفها بتحبني ولا لا، أو لما أبعد هتنساني ولا لا، نوع كده من الألعاب النفسية. وده طبعا غلط ومش صح. وفي حاجة كمان إنه ممكن بعد ما اتعرف عليكي واتكلمتوا مع بعض، حس أو شاف بإنك مش انت الإنسان اللي هتكمليه، وده ما يقللش منك بالمناسبة أو يقول إن انت وحشة والكلام ده، دي وجهة نظره. في النهاية لازم تكوني عارفة إن الغياب المفاجئ بالنسبة للراجل مش دايما بيكون معناه إنه ما بيحبكيش أو مش عايز يكمل معاك. إنما مع الأسف التصرفات دي تصرفات طفولية جدا، وبيعملها بقى لأنه ما عندوش القدرة إن يواجه، يعني يقرر مع نفسه هو عايز الإنسانة دي ولا مش عايزها، ويكون واضح وصريح من الأول. أما بعد ما سمعت الكلمتين دول، الكرة دلوقتي في ملعب، يعني خدي قرارك واحسني الاختيار بعد كده، وحط حدود وقواعد كده لنفسك في أي علاقة تدخليها، عشان ما تضيعيش وقتك بقى وعمرك وتتأذي نفسيا.